اهلا بك ايها المشاهد في عالم الناطورة. علماء البيولوجي مدورين بحث ما بين الكائنات الحية بقالهم سنين وسنين، ويصادف في يوم ما يلاقي العلماء انثى الفار الشوكي اثناء دورتها الشهريه او البريود يعني، ويستغرب العلماء ان انثى فار او فار اصلا بيجيله البريود، ويبداوا يدوروا ما بين كل القوارض ويلاقوا ان معظم القوارض بيجيلها البريود عادي جدا. مش بس كده، دي بتجيلها بمتوسط 9 ايام و3 ايام نزيف، وده لو قارناه بالبشر هنلاقيه 40% متطابق مع البشر. فهل ممكن يكون الانسان اصله فار؟ انا ساره سامي ويلا بينا. في بعض التجارب اللي كان بيعملها العلماء على بعض القوارض وبالاخص انثى الهامستر اللي حطوها في قفص اثناء دورتها الشهريه، وبداوا يراقبوا الدوره دي. وبعد فتره جابوا لها انثى تانية بيجي لها البريود في اوقات مختلفه، وبداوا يراقبوا الاثنين مع بعض. اكتشفوا ان الاثنين حصل ما بينهم تطابق في البريود، يعني كانت واحده بتجي لها في وقت وواحده بتجي لها في وقت تاني. الاثنين لما قعدوا مع بعض بقت تجي لهم في نفس الوقت. ومش بس كده، ده بدأوا من الاثنين ينزفوا في نفس الوقت ولمدة ساعتين زي بعض بالظبط. الموضوع كبر عند العلماء وقرروا يشوفوا هل جنس الحيوان هيأثر ولا لا على الموضوع ده، فراحوا جابوا لهم ذكر هامستر وخلوه يدخل معاهم نفس القفص. الغريبة بقى ان بعد ما كانت البيريد بتجيلهم في نفس الوقت رجعت اختلفت تاني. فهل ده معناه ان الرجاله بتبوظ كل حاجه للدرجه دي؟ وعلشان العلماء ما يظلموش ذكر الهامستر قرروا يعيدوا نفس التجربه تاني. بعد ما لبسوا الانثى كمامه يمكن ريحه الذكر وحشه ولا حاجه، لقوا ان البيريد برده ما انتظمتش عندهم. يعني كده العيب مش في الرجاله بس، خليني اقولك ان العيب برده في الذكور، وهقولك ازاي. كتير من الحيوانات بتعتمد على ماده كيميائيه ليها ريحه كده عشان يختاروا الشريك بتاعهم. الماده دي اسمها فيرمونات. الفيرمونات دي عباره عن ماده كيميائيه بتخرج من كائن حي وبتاثر على الشريك بتاعه، لان ليها تاثير على فسيولوجيه وسلوكيات بعض الافراد. فهي تعتبر مؤشر كيميائي بيخرج من فرد ويأثر على فرد تاني، وبيتم الاحساس بيها عن طريق حاسه الشم، يعني مرتبطه بالجهاز العصبي. فده معناه ان في جين موجود في انثى الهامستر بيخليها لو شمت فيرمون معين البريد يحصل لها خلل عندها. وده اللي حصل لما جبنا انثى الهامستر مع انثى زيها، الفيرمونات اللي ما بينهم خلت البريد انتظمت في نفس الوقت. ولما جبنا لهم ذكر الفيرمونات بتاعته عملت خلل ما بين الاثنين. صراحه ظاهره غريبه قوي، بس تفتكروا الظاهره دي بس موجوده في الهامستر يعني مش موجوده في كائنات تانية زي الانسان؟ الحقيقه ان هي موجوده في الابقار والكلاب والذئاب والغزلان والقطط وكائنات كتير قوي، بس كلها ماملز يعني. طب بالنسبه للانسان ايه؟ خليني اقولك ان في دراسه قديمه اتعملت عن ستات او نساء يعني عايشه مع بعض في بيت واحد سواء سكن خاص او جامعي، بس مفيش ولا واحده فيهم مرتبطه، كلهم سنجل. اكتشفوا ان حصل انتقال للفيرمونات ما بينهم، وبقوا من الاثنين تجيلهم البريد في نفس الوقت. والفيرمونات دي تسببت في انتقال اشارات عصبيه لجزء من المخ اسمه الفاكتوري بول، وده الجزء اللي في المخ اللي تسبب ان الاثنين تجيلهم البريد في نفس الوقت. طب يجي بقى سؤال، مين هيأثر على التاني؟ يعني انهي واحده هتخلي البريد تمشي زيها؟ الاجابه هي الاجتماعيه اكتر، لان كل ما الواحد يكون اجتماعي اكتر كل ما فيرموناته تكون اكتر واكتر. وعلى فكره ده مش بس موجود في البريد، ده موجود ما بين الناس وبعضها، خصوصا لو حد مدمن حلويات او بيحبها قوي. ممكن حد بيحب السكريات يأثر على حد تاني يخليه يحب السكريات زيه، وده معروف باسم ويلسلي افكت. الحقيقه ان الحاجات دي موجوده في الناطوره من زمان جدا، لان اول لما سيد شرف الناطوره هو وجنسه البشري كانوا عباره عن صيادين وجميع ثمار، ما بيعملوش حاجه غير كده، ولا بيتكلموا ولا بيكتبوا. كانوا بيعتمدوا على حاسه الشم علشان يتعاملوا مع بعض. يعني كان الانسان بيعتمد على حاسه الشم والفيرمونات اللي خارجه من حد تاني عشان يختار الشريك بتاعه. لكن مع اكتشاف سيد للزراعه بدا يشم روايح كتير قوي، فاكهه وخضار، فبقى انه يعتمد على الشم دي حاجه مستحيله، فبدا يتخلص من حاسه الشم كحاجه اساسيه بيعتمد عليها في الشريك بتاعه، وتطور جسمه لانه يتكلم ويقرا وحاجات كده شويه. بس لسه تاثير الهرمونات موجود في جسمه، بس مش بيعتمد عليه خالص في اختيار الشريك، بدليل ان في ناس دلوقتي ما بتشمش وبتحب وتتجوز عادي جدا. الفكره بقى ازاي الانسان جاله جين زي ده؟ يعني الناس اصلا مش بالعه ان الانسان اصله قرد، تيجي يا عم سيد وتقول لهم الانسان اصله فار؟ ايه يا عم سيد الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الحقيقه ان علماء الحفريات بجامعه بورتسموث اكتشفوا وجود حفريه يرجع تاريخها ل 4450 مليون سنه، والحفريه دي كانت عباره عن سنان صغيره شبه سنان الفار، بس لقوا ان الحفريه دي متطابقه مع الانسان بنسبه 99%. يعني 99% الحفريه اللي هي شبه الفار زي الانسان بالظبط. وده يفسر لك ليه معظم التجارب بتكون على فران، خصوصا لو ادويه ولقاحات لها علاقه بمنع الحمل او التبويض عند الاناث. امال التطابق بين البشر وبعضهم كام؟ التطابق بين البشر وبعضهم 99.9، تغير بسيط جدا. وخليني اقول لك ان ما بين الفار والانسان رحله كبيره من الكائنات،
مش كتير قوي يعني. فتفتكر انت بقى في كام كائن ما بين البشر والفار، ونسبة التطابق ما بينهم ممكن توصل لكام في المية؟ لو عرفت اكتب لنا في الكومنت، واعمل منشن لاصحابك، وهختار حد يكسب معانا شرح لكتاب علم النفس التطوري اللي هيفهمك كل حاجة عن الانسان وليه الانسان اتشكل بالشكل ده اصلا، بشرح دكتور محمد المصري، ومعاه الكتاب PDF. يعني يا استاذ سيد سيرش بسيط كده هتعمله، بس هتكسب حاجة هتفرق جدا في حياتك. وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واشوفك الحلقة الجاية من سيد والناطورة مع سارة سامي. سلام عليكم.